الكشري مش طبيعي. الكشري المصري ما بيتاكلش غير كده، شويه مكرونه مفلفله كده، ننزل بقى عليه برز بالشعريه مفلفل برده، وننزل بقى بالعدس، واهم حاجه طبعا التقليه المقرمشه الخطيره دي، وننزل بالحمص، انا بحب حمص كتير، وننزل بقى بالصلصه. اه يا قلبي على الحلاوه. وطبعا بقى نغرق دقه وشطه مجنونه شطه. شايفين بجد الحلاوه لوحه فنيه. نقول بقى بسم الله. كشري مصري على اصوله. كشري التحرير ده حبيبي من وانا صغيره. هتلاقوا في كشري التحرير 3 احجام مختلفه للكشري، صغير ووسط وكبير. وكمان يا جماعه كشري التحرير عاملين خصومات 30% على طلبات وعلى فرع البرشه من 1 ل6 لحد اخر الشهر. وطبعا ما اقدرش اجي كشري التحرير من غير ما اكل طاجن اللحمه الخطير ده. بصوا يا جماعه الحلاوه، بصوا لوحه فنيه تتحدى. خطر خطر خطر. وناكل بقى طاجن اللحمه مع شويه طماطم متبله. يا لهوي يا لهوي على الحلاوه. خيار مخلل. جماعه كل اللي في الامارات وعايزين ياكلوا كشري مصري على اصوله لازم تيجوا كشري التحرير، وما تنسوش تجربوا عليه شويه طواجن خطيره. هتلاقوا كشري التحرير موجود في الامارات، في ابو ظبي والعين وعجمان والشارقه، وانا هنا في فرع البرشه.